أهلا فيكم في قناة ماجيك فود حسونة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد في قناتي ماجيك فود حسونة مع وصفة جديدة وفيديو جديد. على بركة الله اليوم ان شاء الله غادي نوجد انا وياكم وصفة ديال البامية او الملوخية، غادي نديروها ان شاء الله في الطاجين. غادي نبداو على بركة الله بزيت الزيتون، غادي نكبو الزيت تنغطيو تقريبا قاع ديال هاد الطاجين هذا. عندي هنا تقريبا كيلو ديال اللحم العجل هكا مقطع على هذا الشكل هذا. نتوما فيكم تاخذوا اللحم اللي بغيتو، الكميه اللي بغيتو كذلك. غادي نمدو هنا في الطاجين. عندي كذلك جوج ديال البصلات متوسطين الحجم هكا بشلضه، قطعتها هكا اطراف صغار باش يجينا طاجين خاتر معلك. غادي نضيف كذلك تقريبا نص كيلو ديال المطيشه هكا حتى هي قطعتها طريه. وعندي كذلك هنا تقريبا 5 الحبات ديال الثومه محكوكه مطحونه او مقطعه حسب نتوما اللي تفضلوا. غادي نضيف كذلك واحد الكميه ديال المعدنوس هكا قطعته ناعم. دابا غادي نبداو نضيفو التوابل. هنا تقريبا سكينجبير، معلقه نص معلقه او معلقه ماشي مملوءه سكينجبير او زنجبيل. هنا كذلك معلقه غير مملوءه صغيره ديال الكركمه. نفس الشيء الابزار والملح حسب الرغبه. هنا تشوفوني تنكثر الملح، راه الملح هذا شويه ماشي مالح بزاف. غادي نحرك الجميع تنشوف ديك التتبيله اللي درنا تساجمات مع اللحم، تساجموا كلهم مع بعض. انا ديجا وجدت الفاخر، فرينه ديال الفاخر غادي نحط عليها الطاجين ديالنا ونخليه يتشحر مزيان. وفي هذا الوقت هذا اللي الطاجين ديالنا درناه يطيب غادي نقادو الروز. المهم الروز غادي ديروه حسب افراد العائله ديالكم. انا هنا غادي ندير 3 الاكواب ديال الروز. تقريبا ديال الاكواب. غادي نضيف ليهم الماء، غادي نغطيه تماما بالماء. وغادي نضيف ليه واحد 2 معالق كبار ديال الملحه. المهم الا بغيتوا الروز يجيكم الحبه حدا ختها ديروا هاد الطريقه هذه، راه كتجي رائعه وما تاخذش وقت كثير في الطياب. ما كتكونوا بحاجه لا هذيك الطنجره ديال الروز لا والو، غير في كسرونه او في طنجره عاديه. نحركوه هكا ونخليوه لمده 15 دقيقه. دابا على بركه الله غادي نقادو الروز ديالنا بعد ما خليناه منقوع في الماء تقريبا 15 حتى ل 20 دقيقه. غادي نحط هنا تقريبا 50 غرام ديال الزبده، وفيكم تستعملوا كذلك زيت نباتي. المهم يكون زيت ما يتحرقش، الزبده كذلك ما تحرقش. ندوب الزبده ملي تطيب الزبده غادي
نرميو الشعريه وغادي نحاولوا نبقاو نقلبوها هكا حتى تحمص لينا حتى تاخذ داك اللون الذهبي. ملي تحمصت لينا الشعريه خدات هذا اللون هذا، غادي نبداو نضيفو في الرز. غادي نحركو باش ما يتحرقش لينا مازال ديك الشعيريه. الروز بطبيعه الحال غسلته من ديك الماء والملح، هذاك الماء اللي درت قبل مع الملح طيبته، بقيت كنغسل فيه حتى ما بقاش كيجيني داك حتى ما بقاش داك الماء ولا شفاف، ما بقاش بيض. نبقاو نغسلوه تنحيدو منه داك الماء الابيض تيولي الماء شفاف تماما. وغادي نضيفو الماء، غادي تقريبا نديرو غير، شوفوا هنايا يعني قرب يغطي الروز من الفوق. ما نغطيوش الروز تماما بالماء، على قد الروز على قد الماء. بهذه الطريقه هذه ما نفوتوش 10 دقائق، وضروري نغطيو الروز ديالنا هكا، نغطيوه 10 دقائق بالحساب، وغادي نطفيو عليه ونخليه فوق الغاز. جبت الطاجين ديالي من برا، شحر اللحم مزيان. كما تتعرفوا المطيشه والبصله تطلق الماء بزاف. غادي نضيف هنايا عندي الصلصه ديال الطماطم، ما غادي نضيف لا ماء لا والو، تنشوف الى الطاجين ديالنا محتاج الماء ولا لا. غادي نحط هاد كيف ما تشوفوا الشيفرولا هكا في النص. كنت درت هاد الوصفه هذه ديال شيفرولا هكا صينه، درتها في الطاجين وسولوني البنات قالوا لي واش ما تخافيش يكون فيها شي حشرات او شي حاجه. انا هذه تنقيها مزيان، تنقيها من التحت. انا دابا ديجا حطيتها، كنقيها هكا من التحت وتنرقدها في الماء والملح، كنخليها مرقده مزيان في الماء والملح عاد باش كنستعملها كنطيبها. وغادي نبداو دابايا نستفو الملوخيه ديالنا او الباميه، بعد ما كذلك غسلتها وصفيتها وكنحيد لها غير هاد العند ديالها الفوقاني. بعد ما قاديتو هكا صفيتو، غادي نبقاو ناخدو شويه هكا من الصوص من الجناب ونكبو هنايا. باش يكون الطاجين ديالنا مقاد في المذاق ديالو. كيف ما قلت لكم الا شفتوا الروا قليل فيكم تزيدوا من بعد. ال10 دقائق ديالنا دازو. شوفوا الرز ها نتوما كيف ما تتشوفوا الحبه حدا خدتها ما ملصق ما والو. الا شفتوه باقي قاصح خليوه على الغاز، الا شفتوه صافي طاب ما بقاش مازال بحاجه للطياب حيدوه. الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا غادي نقدموه مع الروز. كنشكركم بزاف الا وصلتوا معايا حتى لهنا، وكنتمنى لكم شهيه طيبه والى وصفه جديده ان شاء الله.